الفي 70 من فيفو يعتبر فلاج شيب كيلر في سعر حوالي 420 دولار. بنتكلم عن سيستم كاميرات وخامات ممتازه والناس بتعتبره افضل كاميرات تحت ال 500 دولار. راحوا معايا في ريفيو تفصيليه للفيفو في 70. يا وسهلا بيكم لوكو التكنولوجيا. والفيفو في 70 موبايل شيك، وده اللون الاصلي بتاعه اللي حمائي كده بيطلع ويمسكه في كل الاعلانات وفي كل الحاجات اللي انت بتشوفها في الشوارع. ده اللون الاساسي. الموبايل بريميوم جدا كديزاين، هادي لذيذ، خاماته محترمه، ازاز من الامام وازاز من الخلف، فريم عريض مريح كيرفد من الاطراف، مش بتحس انك وانت ماسكه ان الموبايل ده تقيل في ايدك او متعب في الاستخدام. الموبايل نازل الشرق الاوسط بلونين اساسيين، اللون البني الغامق اللي هو لما بيجي عليه نور بيبقى احمر، وفي نفس الوقت بيبقى جراي ساعات، بس هو مش جراي قوي لان في لون تاني منه نازل اللي هو جراي. اللونين دول على حد علمي مصنوعين من الازاز من الخلف، ولكن في بعض الالوان التانية بتيجي بحاجه اسمه رينفورست بلاستيك او بلاستيك مقوى جدا. اللونين اللي احنا نازلين لنا اغلب الظن ازاز، والخامات محترمه قوي في الازاز. كل الالوان هتيجي بفريم مصنوع من الالومنيوم، وفي بس حاجه هنا بسيطه كده ما عجبتنيش، في كتابه كده اللي هي ما ترموش في الزباله، والموبايل ده موديل مش عارف ايه، وصنع في مصر ميد ان ايجيبت. هي حلوه وكل حاجه ونفتخر بده، بس هي شكلها في الفريم مش لذيذه. يعني لو كانت في الظهر كده كانت شكلها يبقى اشيك شويه، ولكن هم اختاروا يحطوها في الجنب. محمي ضد الميه والاتربه اي بي 68 واي بي 69، وكمان ضد الووتر جيتس. اندفاع ميه قوي مش هيأثر على الموبايل ده تماما. وشاشه محميه بطبقه من السكوتزايزيشن كور. هتقولي يعني ايه الثلاث كلمات اللي انت قلتهم؟ هقول لك معرفش، مكتوبه كده على الويب سايت بتاع فيفو. المفروض ان دي حاجه كده تحمي الموبايل من الخدوش اكتر من الطبيعي. هل هي اقوى بقى من الجوريلا جلاس او كده او الخدوش بتاعها؟ دي حاجه انا ما اعرفهاش، انا بس بقول لك المعلومات اللي انا عارفها. رغم البطاريه الكبيره موجوده في الموبايل ده اللي هنتكلم عنها كمان شويه في الفيديو، هي 6500 ملي امبير اور، الموبايل ده مريح جدا في الايد ومش بتحس خالص بالوزن، وفكره ان هو راوندد من الاطراف بيسمح لك ان انت تستخدمه بايد واحده وانت مرتاح على الاخر. حواف دائريه معناها برضو شاشه دائريه. الشاشه دي 6.6 بوصه وبتيجي بدقه 1260 في 720. دي هزاره تكنولوجيه نرديه جدا، هي مش في 720، هي 1260، ده العرض في 2750. بتتكلم عن شاشه ب 459 بي بي اي 2.5K، شاشه فعلا جميله جدا انك تتفرج عليها، وبتدعم ال HDR 10 بلس، توصل لبيك برايتنس 5000 نتس. اما الهاي برايتنس مود فهو 2000 نتس. الاستخدام الطبيعي بيكون يوصل لحد 2000 في اشعه الشمس، ولو شغلت محتوى HDR 10 او HDR 10 بلس هتوصل بعض الحتت الصغيره في الشاشه لل 5000 نتس، فتشعر كده ان الشاشه مضيئه اكتر. تجربه شاشه في فئه السعر دي هي الاميز، هي الممتازه، هي الشاشه التحفه، وطبعا هي 120 هرتز، دي حاجه مش محتاجين نقولها. المعالج اللي جوه الفي 70 هو السناب دراجون 7 جن 4. معالج بيجي بدقه 4 نانومتر. نسختين تخزين من الموبايل ده 256 و512، والنسختين دول بيجوا بيو اف اس 4.1، يعني سرعه رهيبه في فتح التطبيقات وقفلها. الاداء سموث ولذيذ، ومش كل حاجه وردي، لان انا هرص لك في اخر الفيديو شويه سلبيات لازم تكون عارفها قبل ما تقرر تشتري الموبايل ده. كان معايا شويه لان احنا يعني ايجابي لحد دلوقتي، ولكن في كام حاجه لازم تكون عارفها عن الفي 7. يعني حاجه سلبيه صغيره دلوقتي، مفيش مدخل مايكرو اس دي، ما تقدرش ان انت تزود الاستورج، اللي هتجيبه هتعيش بيه، ودي حاجه بقت شبه ستاندرد اليومين دول. يعني طبعا مفيش 3.5 ملم. موبايل يعتبر على الناحيه الميد رينج، يعني كل ما بنقول ما بنعلى في الموبايل بنخسر فيتشرز اكتر، وطبعا الحاجات دي انت خسرتها. تعالوا بقى نتكلم في حاجه لذيذه، وهي البصمه بتاعت الموبايل. الموبايل السنه دي بيجي ببصمه 3D التراسونيك الجيل الثاني. دي تعتبر بصمه تحت الشاشه سريعه جدا، وبتشتغل لو صوابعك مبلوله وغيرها من الحاجات. وده ابجريد من الفي 60 اللي كانت بتيجي بصمه اوبتيكال، اللي هي بتنور نور فتشوف صباعك فتفتح الموبايل مثلا في ثانيه، ثانيه ونص. دي بتفتح الموبايل لحظه. وتعالوا نروح بقى للوحش وفي نفس الوقت الوحش في الفي 70، وهي الكاميرات. طب واحده واحده كده نتكلم في الموضوع. المين كاميرا في الموبايل ده هي كاميرا 50 ميجا بكسلز، سنسور سوني اي ام اكس 766. الكاميرا دي بتيجي بالاو اي اس اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن، تثبيت بصري حقيقي. السنسور نفسه بيتحرك عشان يثبت لك الفيديو او الصوره انت بتاخدها بالليل. والصور اللي طالعه من الكاميرا دي بالليل، الصبح، فيديوز، بورتريت، زوم حتى بسيط في الكاميرا دي، صور
ممتازه على فئه السعر دي قوي. صوره المنبه اللي انتوا بتشوفوها دي مليانه تفاصيل مش سهل انك تطلعها باي موبايل في فئه السعر دي تماما. والكلام ده بيكمل للكاميرا التليفوتو برده الموجوده في الموبايل ده، وهي الكاميرا السوني IMX 882 السنسور بتاعها، كاميرا 3x اوبتيكال زوم وبتوصل لحد 100x ديجيتال. والصور يا جماعه طالعه من الكاميرا دي لحد 20x صور محترمه وينفع تستخدمها بجد. واللذيذ كمان فيها ان الكاميرا OIS كمان بتيجي باوبتيكال ايمج ستابلايزيشن هي كمان، فالفيديوهات او الصور الزوم بتطلع برضو ثابته. البورتريتس في الموبايل ده على الكاميرا 3x هي من احلى البورتريتس اللي انت ممكن تاخدها بموبايل في فئه السعر، ولكن مش احسن حاجه في فئه السعر ده خالص هي الكاميرا الالترا وايد. الكاميرا الالترا وايد هي كاميرا تحس اصلا ان هي اوريدي مدفونه كده صغيره مش باينه خالص كده من الموبايل. هي كاميرا 8 ميجا بكسلز تحسها غلطه يعني 50 و50 و8. الالترا وايد بالليل اللو لايت يعني مقبوله قوي، مش ممتازه، مش جيده جدا، مش جيده، هي مقبوله. الصبح الصور حلوه مش هقول لك حاجه، كل الكاميرات بتطلع صور جميله في اي اضاءه كويس، بس بالليل هو ده الاختبار الحقيقي، والالترا وايد بالليل معقوله. على العكس بقى في الكاميرا الاماميه بتاعت الموبايل ده، كاميرا على 0.8x تعتبر واسعه ممكن تعمل بيها فلوج بتاعتك. الكاميرا دي 4K 60 فريم لذيذه جدا جدا جدا. المميز في الكاميرا دي حاجتين، اول حاجه الزايس بورتريت، صور البورتريت اللي طالعه من الكاميرات دي الزايس دي وشويه فلترز كده بيعملوها مع الموبايل. دي الفرونت كاميرا بتاعت الفي 70، كاميرا بتصور على 4K 30 فريم وفيها وايد انجل سنه على 0.8x، والصوت اللي بتسمعوه ده صوت الخارج من الموبايل، والوسع ده وسع الموبايل. دايناميك رينج بقى، هل هيجيب السكريبت، هل دي هتبقى فاقعه سنه، بس تعتبر كاميرا ممتازه على فئه السعر الصراحه. في شويه فيتشرز بسيطه قوي ممكن تفرقش معاك، مثلا حاجه زي التيلي برومبت، لما انت فاتح فرونت كاميرا تقدر تقرا السكريبت بتاعك لو انت عايز تعمل بقى كونتنت كرييشن وفيديوهات وكده. ده غير الاي اي فيتشرز الموجوده بعد ما تصور الصوره، حاجات زي مثلا الاي اي اريسر والاي اي كروب، او هو بمعنى صح الاي اي اكسباندر. انت بعد ما بتصور الصوره مثلا ما عجبتكش عايز توسع الصوره اكتر، فبكل بساطه بتعمل زوم اوت وتقول له اكسباند، يجيب لك حاجات تانية عشان في الاخر تنزل الصوره مثلا في انستجرام بالقطعه المظبوطه فراسك ما تتقطعش مثلا. وبرده حاجه اسمها اي اي وذر، يقدر يغير لك الاجواء والاحاسيس بتاعه المشهد اللي انت بتصوره ويحط تلج على الشجر او يشيله، حاجات كده يعني ملهاش لازمه خالص انك تستخدمها. لسه ما زالت مش كل حاجه ايجابيه، ولكن دي اخر حاجه ايجابيه وهي البطاريه 6500 ملي امبير اور بلو فولت تكنولوجي، وشحن سريع جدا 90 واط، والشاحن موجود جوه العلبه، والسلك موجود جوه العلبه، وكل حاجه موجوده جوه العلبه. البطاريه بتشحن من 0 ل 100% تقريبا في 45 دقيقه، وفيها ميزه الباي باس تشارجنج. لو انت بتلعب لعب تقيله وقررت انك توصل الموبايل وانت بتلعب اللعبه، يقدر يخلي البطاريه ما بتتشحنش، واللي بيدخل ده بيباور اللعبه والبروسيسور، فيحافظ لك على البطاريه فتره اطول. كلها فيتشرز لذيذه عن طريق السوفت وير اللي بيعملها، اللي بيجي لك ب4 سنين ابديتس كاندرويد و6 سنين كسكيورتي. وحاليا السوفت وير المستخدم على الفيفو هو الاوريجن او اس، اللي احنا شاهدنا اطلاقه في الصين في شهر 8 اللي فات. سوفت وير مليان كاستمايزيشنز، الانيميشنز بتاعته لذيذه وسريعه وشبه شويه الايفون، ودي حاجه انا بحبها الصراحه. وغير كده الموبايل ده مليان فيتشرز صغيره مش عارف اقولها فين في الفيديو، مثلا زي ان هو مثلا في ريموت كنترول ممكن تفتح بيه تكييف، تقفل بيه مروحه، تتحكم في اي اجهزه بتشتغل بالاي ار، زي مثلا ان هو في الفيفو اوفيس تولز، في سيركل تو سيرش، تقدر انت تشير الفايلات مع الماك بسهوله جدا، حاجه مش موجوده قوي عند موبايلات كتير ومع البي سي طبعا. بس خلينا نتكلم بقى في شويه عيوب، ودي اللحظه اللي انت محتاج تركز فيها قوي. مبدئيا الموبايل ده مفهوش شحن لاسلكي، مفهوش وايرلس شارجنج، مفيش مايكرو اس دي كارد سلوت مش هتقدر تكبر الاستورج بتاعتك، مفيش هيدفون جاك. كاميرا الالترا وايد بصراحه كاميرا متواضعه شويه. الموبايل ده هو بيجيب اعلى اعدادات في ببجي، اعلى اعدادات في اي لعبه، قفل وفتح ببجي سهل، مفيش اداء تحفه كده. على الناحيه الثانيه في ابجريدز محترمه جدا، 90 واط شحن سريع، 3 دي التراسونيك فينجر برنت، فعلا عمليه واسرع كتير من الجيل اللي قبله. كاميرا الزايس البورتريت بتاعت الموبايل ده كاميرا تحفه، وبطاريه هتكمل معاك يوم ونص مرتاح. الفيفو في 70 موبايل محترم وارشحه بشده لاي حد عايز اي حاجه في الموبايل. موبايل شيك، موبايل كاميراته تحفه، موبايل بطاريته ممتازه، موبايل اقدر ارشحه لاي حد عايز موبايل في رينج 33000 جنيه، 420 450 دولار. في 70 موبايل يستاهل. دي كانت الريفيو بتاعتنا الفيفو في 70. لو عجبك الفيديو ده انك تعمل لايك، اخبطنا زر السبسكرايب لو اول مره تشوفنا، واهم حاجه انزل في الكومنتس كده اكتب لي كومنت مشجع، لان ده بيفرق جدا 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 معانا. شكرا انك شفت الفيديو، اشوفكم في الفيديو اللي جاي.